هي مش كرييتيف، هي مسروقة من أحد المطاعم من غير ذكر اسماء طبعا. كبابجي. اي حاجه دلوقتي وحشه حط عليها بستاش رز بلبن ما بيتباعش. وهات المنيل. رز بلبن ما بيتباعش. لا بس يا جدعان، احنا هنا في الحلقه دي، في الفقره دي ما بنتكلمش على ما حد. نتكلمش على حد. الفقره التانيه هنتكلم عادي. هم اللي هيتكلموا عليه. اهلا وسهلا، معاكم يوسف ومهاب في برنامجكم مش بودكاست. اشرب الشاي حبيبي. احنا بقى النهارده البرنامج بتاعنا هيتناول حاجات كتير قوي لدرجه ان هو يدخل من كتر التناول بتاعه. نبدا بيها. نبدأ، اتفضل. انا حابب نبدا بيها المره دي. هنبدأ بقى المرة دي. ماشي. فقره السؤال، اللي هيجاوب على السؤال هياخد 10 جنيه كاش على رقم. هياخد 10 جنيه كاش على رقم مرة واحدة. 10 جنيه. ده يوسف بيضحي يا جماعة. اقسم بالله 10 جنيه اللي هيجاوب على السؤال. خلاص. دي المره دي بس كده هتبقى في اول اول الحلقه. اواي. في المره دي بس هتبقى في اول الحلقه، بعد كده هيبقى السؤال في نص الحلقه، في ربع الحلقه، في اخرها، على حسب المود ايه. بالظبط. فالسؤال ده هو اللي هيقول. انا اللي هقوله. انت اللي هتقول السؤال. ايه ده، انت بتزنقني؟ اصلا مش محضر حاجه. اصلا مش محضر. قول اي سؤال 10 جنيه ده كتير، ده مبلغ. انا اقول لما سؤال صعب. اصعب السؤال. هبقى اصعب السؤال. انا سوري ومكلف. صح، ما انت دافع. طيب، من هو اول شخص يصنع مكنة صيني في تاريخ البشرية، في مصر وبره مصر؟ لا، ما اعرفش الاجابة. ما صابر مثلا شاف الحلقه انا اللي هجاوب على السؤال. نجاوب على السؤال. ما تجيبش سيرته بدل ما يطلع لنا من الكاميرا دلوقتي. عايزين نبتدي ايه موضوع الحلقة؟ لا، هو مفيش موضوع للحلقة، واحنا مش هنعمل مواضيع للحلقات. هي الحلقة هتبقى فيها كل حاجة. حلقة عشوائية. حلقة عشوائية حرفيا فيها كل حاجة. دلوقتي احنا حلو. عايزين، بما اننا احنا خارجين من رمضان، عايزين بقى نتكلم عن رمضان زمان 2005 مثلا، ورمضان 2025. حلو. تعالى نتكلم عن موائد الرحمن. موائد الرحمن قشطة. موائد الرحمن في 2005، انت لو تفتكر ان الناس كانت بتعملها كده في اماكن مستخبية ايوه بالظبط. دلوقتي بقى الاكل يقيم. فلوس كتير. الاكل بقى يتقيم. انت متخيل انت رايح دلوقتي مائدة رحمن يا شحات يا جعان اللي مش لاقي تاكل، هو قاعد تقيم الاكل تقول لا اللحمه دي مش عجباني والرز ده. لا، المشكله انه يغيظك اكتر تلاقي واحد مقرش معاه فلوس بقى غني، تلاقي قاعد معاك على نفس المائده، فاهم، وبيقيم. لا، ما هو الفكره بقى هو ايه، الموضه دي مش حلوه، انا مش حاببها بصراحه. انا مش حابب. انا شايف ان موائد الرحمن، انا شايف ان موائد الرحمن يعني دي حاجه زكاه، صدقه، المفروض بتكون في المداري، محدش يعرف مين اللي عملها، لان ده اسمه رياء. لكن دلوقتي يطلع لك تعالى شوفوني انا بوزع عشان رمضان على الغلابه الكحيانين. لا انا شفت بقى مائده الرحمن تعمل حركه، يعني هي مش كرييتيف، هي مسروقه من احد المطاعم من غير ذكر اسماء طبعا. كبابجي. كبابجي بس مش تقدر تقول الباقي. انت عارف الباقي، تقدر تقول الناس. اقدر اقول قصر الكبابجي كده بالظبط كده يا جماعه، من غير ذكر اسماء. كبابجي ايه؟ قصر الكبابجي. اتكلم يالا عدل يالا، اتكلم بأدب، لو سمحت اتكلم بأدب يا ولد. فتلاقي مائدة رحمن وبتقلد لك نفس الحركه دي، تلاقي واحد بيطبل، واحد بيلف بتنوره. يا جماعه عشان خاطر مائدة رحمن. مائدة رحمن، احنا لازم ندلع الفقير برضه. ما اصل في غني بياكل معاه على نفس الترابيزه.
طيب تعالى نتكلم بقى مثلا عن الاكلات. شهر رمضان كان 2005 كان اخرك صينيه الكنافه وشويه القطايف الناشفه دي اللي تضربها في الفرن اللي بيبقى جوه سوداني دي. دلوقتي بقى في حاجات غريبه قوي في رمضان. دلوقتي شفت بقى انت؟ في اي حاجه بالنوتيلا. لا ده انت كده لسه في رمضان 23 ولا 22. لا ده في بيستاشيو صحيح، انت نسيت البيستاشيو ياكل. اي حاجه دلوقتي وحشه حط عليها بيستاشيو رز بلبن ما بيتباعش. وهات المنيري. رز بلبن ما بيتباعش. لا بس يا جدعان احنا هنا في الحلقه دي في الفقره دي ما بنتكلمش عن ما حد. بنتكلمش على حد، فقرات تانية هنتكلم عادي. هم اللي هيتكلموا عادي. شايفك اللي بتعمل علينا رياكت، عارفك وهجيبك وهعمل عليك رياكت. عادي الناس اللي عايزين تعمل عليها رياكت كلها بتعمل ابطال من واحنا الشاشه. هنتريق عليهم وهناخد الرياكت بتاعهم وبص هنعمل رياكت. ما فيش احنا نسينا نقول قصه مهمه اصلا، ايه يعني هي في حد ذاتها انا كنت بحاول اخليها في فقره تانية بس مش قادر استحمل. لا استنى نكمل فقرة رمضان بس الأول. ماشي. كل ده تشيله في المونتاج صح؟ مش هشيله. لا بجد يتشال. كمل. بص احنا دلوقتي الأكلات في رمضان بقت غريبة أوي. بقى أساسي كانت الأول كانت الأكل غريبة إن الأكل بتاع الفطار ما اتغيرش. لو هنتكلم عن حق إن الفطار ما اتغيرش من 2000 من عهد من أول ما رمضان جه مصر. الحشيش تمام حاجه هايله قوي زي الفل يا سيدي الناس. الحمد لله. واحنا بنفطر بط محشي او فراخ دول ملوخية. قليل اللي بيعملوا فراخ. لا احنا بناكل فراخ عشان انتوا ما بيعملوا عشان انتوا مالكوش تقول على البط عشان انت فلاح. والله بحب الفلاحين محدش يزعل يا جماعه. ما في فلاحين نوعين. فلاحين انا قصدي على النوع التاني مش اللي بيزرع وبيصل. ده اللي بيزرع ده فوق راسنا ده فوق راسنا يعني. وهو ده اللي بياكلنا وبيشربنا. نعم احنا دلوقتي بنستورد كل حاجه بس يلا. بالظبط. صح. والله انا بحب كل الناس يعني، حتى لو هنتريق على حد احنا بنحبه. حتى لو عمرو ديلا احنا بنحبه يعني صاحبي وبتريق عليه. حتى لو عمرو ديلا. بالظبط. مش ماشي. لو نتكلم بقى مثلا الاكلات ما اتغيرتش زي ما انا قلت لك. فدلوقتي الحلويات الحلويات داخله على كارثه مهمه. كارثه كبيره. الحلويات داخله على كارثه. احنا بنتكلم في تشوقتني. مصيبه سودة. بعد ما كانت صينيه بسبوسه وصينيه كنافه تقضي الغرض وشويه قطايف بقى دلوقتي كنافه بالبيستاشيو. بيستاشيو. دي كل ده يتشال. لا معلش يا جماعه صاحب عيا معلش عنده الضغط والله يا جماعه. دوسوا لايك يا ولاد. تمام حبيت بس اوضح الموضوع. المهم علينا نشيل كل ده في المونتاج. بالظبط فمش فيه. لازم الناس تعرف الموضوع. لا يا باشا ما حدش يعرف. احنا عايزين الحلقه تبقى كامله متكامله ما نبقاش عبط كده في الحلقه وهبل وخلاص. ففي حاجه بقى كمان ففي عندك حاجه كمان بقت مشهوره قوي وحاجه اساسيه انت لو ما رحتهاش تبقى فلاح. ما رحتهاش لحد دلوقتي. خيمه رمضانيه. خيمه رمضانيه؟ لا انا رحت. انا فتحت لك الموضوع خش بقى احكي لي. انا ما رحتش. انا فلاح ما رحتش خيمه رمضانيه. دي قصه كل شرحها دي. ايه اللي بيحصل فيها بقى؟ والله يا جماعه يعني احنا عايزين نحط هنا كده في النص كده فيديو باللي بيحصل فيها. كيف؟ انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل بلاوي بجد. بصوا يا جماعه باختصار يعني الخيمه الرمضانيه دي هي عباره عن تقدر تقول كباريه بس في رمضان يعني عشان الكاميرات بتتقفل. بالظبط ده كباريه قانوني. تقدر تقول عليه باختصار كباريه قانوني. ما بيقدموش خمره بيقدموا صوبيا. بيقدموا صوبيا بالظبط كده عايز. بيقدموا صوبيا وبدل المزه يحطوا لك كنافه. بالظبط كده. حلو ده. ده حاجه يعني كباريه يعني انت هتلاقي ممكن تلاقي بص هو ليه ما تتعملش خيمه مش رمضانيه؟ بص انا هوضح لك الحوار ده بطريقه احسن. الخيمه الرمضانيه
بشكل عام، الخيمة الرمضانية بشكل عام هي زي ما قلت لك كباريه، بس بيتحط تحت كاتيجوري معين تحت مسمى اللي هو خيمة رمضانية في رمضان. بس الفرق بقى في ايه؟ زي ما قلت لك كده، خلاص بقى خليني بقى اوضح. انا اتفضل معاك. هو في تقسيمة، في نوع من النجاسة في كل ليفل. لا ما خلينا نتكلم بصراحة، ما هو ده اللي بيحصل. مش عايزين الفاظ بنت. بعد اذنك بعد اذنك. تمام. طب. اسف على اللفظ. تمام. طيب، فالليفل بقى بيختلف ما بين خيمة وخيمة. يعني انا بالنسبة لي انا ممكن رحت برضو خيمة كان معايا عيلتي، فالخيمة دي كانت تقدر تقول الليفل بتاعها كان يعني بينطبق عليه ليفل اللي هو ايه الفاميلي فريندلي شوية. يعني مؤدب. بيبقى فيه عائلات، مؤدب. بيبقى فيه عائلات بس مش مؤدب زي ما انت فاكر. يعني ما بيقعدوش محترمين. لا ما بيقعدوش دول. اقول لك ايه طيب؟ يا نهار اسود. في رمضان والله. يعني انت هتلاقي هناك مثلا ايه، هتلاقي مثلا حاجات رمضانيه. انا هقول لك بقى شارع يعزمونا اكيد فيها. انتوا هناك يعني انت هتلاقي الحاجات فيها حلوه. الشكر كمل يا باشمهندس. في حته في زي ما قلت لك انت هتلاقي اللي هو ايه التنوره، حاجات رمضانيه. دي حاجات عاديه. دي حاجات موجوده من الحاجات بقى ايه بقى اللي اتضاف عليها بالظبط بقى. هو انا بكلمك في ايه، الستات هناك بشكل عام بيروحوا يتجولوا هناك. الستات دي النسوان، بنات انسون مع الشباب طبعا. انا مش هسيب حد الفيديو ده، انا هطلع فيك ابوهم كلهم. ماشي عليا براحتك. فانت هتلاقيهم كلهم ايه بيتجمعوا، وتلاقي بقى الشقط للركب. يعني انت ممكن تشقط في كباريه بالنسبه للخيمه الرمضانيه، لا الخيمه الرمضانيه تكسب. ليه؟ ممكن واحده تبقى رايحه الخيمه الرمضانيه. لا ما انا هقول لك بقى، اصبر بقى. تبقى رايحه ايه الخيمه الرمضانيه ويبقى تبقى معرفه اهلها. حلو. بس اهلها مش فاهمين ايه اللي بيحصل في الخيمه الرمضانيه. كنت اللي عايز يفهم اللي بيحصل في الخيمه الرمضانيه يسمع مهم. الخيمه الرمضانيه بشكل عام بس اللي بتروح الكباريه طبعا اهلها لو عرفوا هيترقعوا لها يعني. تمام. هيبقى ورا الشمس. فهي بتقعد طول السنه ما بتروحش كباريهات دي. لا انا بروح الخيمه الرمضانيه مع اصحابي. فهي بتقعد بقى طول شهر رمضان تروح بقى الكباريه. بالظبط. وما بتروحش في الايام العاديه. تروح في رمضان. يا بنت الحلال، طب الكلام اللي بيحصل ده ايه؟ طب انت شايفه ان الموضوع ده حلال ولا حرام؟ ايه؟ خلي بالك دي هتبقى زوجتك المستقبليه. لا. تمام. فانت هتلاقي اساس ان هم احنا يا جماعه انا خارجه مع صحابي في رمضان مفيش مشكله يعني. وهي اصلا طبعا مقضياها واخده اصحابها بقى بالرجاله بكله، وتلاقيها في خيام رمضانيه هتلاقي فيها خمره وكده في رمضان. في رمضان. والله العظيم ما رحت يا جماعه الخيمه الرمضانيه قبل كده. والله العظيم ما رحت قبل كده. طبعا الناس هتسالني انت رحت ليه خيمه رمضانيه؟ انا اللي رحتها كانت عائليه زي ما انا قلت لك. كنت فاكرها محترمه. كنت فاكرها محترمه عشان هو محترم وكان معايا عيلتي. بس بصراحه هي كانت محترمه عن خيام رمضانيه كتير قوي. يعني بالنسبه طبعا البنات كانوا يعني هي محترمه في الاول. هي محترمه في الاول اللي هو لحد ما الاذان من بعد كده الاذان فاهم. بعد كده في العشاء مش هنستنى التراويح، هنخش في النجاسه على طول. يا نهار اسود. انت هتلاقي بقى البنات طبعا بتتصور في الاول هوبا قلعوا هوبا بداوا يرقصوا عادي جدا. ده طبيعي. انا والله مش بأفور بس الكلام ده بيحصل. فكروني بافراح 2009 لما كانت الشباب بتلعب في الافراح. يعني ممكن والله يعني العيشه فاهم. بس بيقول الله اكبر دي بتقلع خلاص كده انت فاهم. دي خرجت عن الاسلام. ايه كده خلاص كفرنا الناس كلها. خرجت عن الاسلام. ما استنيتش حتى على طول مفيش تفاهم. لا والله لسه هنستنى. اقول لك الخيام الرمضانيه حرام. هي حرام فعلا. حرام. جايه تعملي ايه؟ بننبسط بقى.
انا ماشي. تمام ماشي اوكي. ننتقل بينا الفقرة التانية. كفاية كده على رمضان خلاص كفايه. ولا في حاجة تانية بتحصل في رمضان؟ ممكن نرجع للقطايف تاني. نتكلم عن انت إحنا فاكر نتكلم القطايف عن اصلا؟ الأكل. انت لا فاكر لا القطايف؟ لطيف. انت اخر مره كنت قطايف امتى؟ كان 2000 في 2023 تقريبا أو 22 أو 2022. هو انا بصراحه ما اكدبش عليك، انا اكلتها بعد رمضان، يعني انا رمضان السنه دي في بس 2025. برضك تحديفها في الحيطة ترجع لك تاني ولا إيه الكلام؟ لا كنت مغرقها عسل، فكانت بطريق. بتزفلط بالطري بالظبط زي الخيام الرمضانيه كده بالظبط. طيب في بقى إيه إحنا كده خلصنا رمضان؟ خلاص كده تمام. في حاجة تانية بتحصل في رمضان؟ هو في بلاوي تانية بس ممكن نخليها في حلقة تانية. لا أنا عايز أتكلم عن محتواها كله رمضان. رمضان. لا إحنا كل حلقة قلنا هنعمل كل حاجة. هنعمل رمضان كله. في إيه تاني ناقص في رمضان؟ المسلسلات. تعالوا نتكلم عن المسلسلات اللي كانت مثلا. لا قول انت، قدم انت الفقرة دي وانا اللي هتكلم انا عن المسلسلات. انا متابع المسلسلات على بس. ممكن نتفرج على ايش يا جماعة. نتفرج على ايش يا جماعة في رمضان يا جماعة. في رمضان في رمضان يا جماعة الفقرة دي احنا هنتكلم على رمضان على مرور العصور، يعني من 2005 تقريبا مثلا. يا بايع دينك وعرضك يا ابن الكلب. 2005 لغاية 2025. خلينا نثبت 2005 20 سنة و2025 20 سنة يا جماعة، من 2005 لغاية 2025. دي سيبها لي. اه 2005 كان نازل حتة مسلسل ولحد دلوقتي انا بتفرج عليه. ليه بقى؟ رايا وسكينة. رايا وسكينة ضعيف عملها. كان نزل في سنة كام بالظبط؟ 2005. 2005. رايا وسكينة. وكان في كام حاجة تانية كانت، بس هو أشهرهم مسلسل رايا وسكينة. ده كان المسلسل تيجي وقت الفطار الناس تقعد تاكل وتفرجوا وخلاص. بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه يبقى خطر. على كده شكرا. بس كان مسلسل بصراحة بيحكي قصة، وكان في دور، في قصة، انت في أحداث بتدور قدامك وفي حاجات بتحصل. حلو. بالنسبة ل 2025 في مسلسل رايا وسكينة برضك نزل، بس اسمه بنات همام. باسمه تاني. المسلسل ده اقسم لك بالله ما حد اتفرج عليه غير 4 في مصر. انت واحد منهم. انا اتفرجت على نص حلقه. كمل صحة. والله العظيم نص حلقه. جايبين لك احفاد عرابي وعبد الرازق. فاكس ايدك بخش. واللي هو شوت عمر. والله بحبك يا عمر كده. كمل كده. المهم المشكلة ان دي نفس طريقة المونتاج بتاعتي بس. ولا المسلسل بتاع بنات همام ده انا عايزك تحط صوره للناس. مسلسل غريب يعني بطريقه غريبه. المسلسل 15 حلقه بيحكي ان رايه وسكينه كانوا ناس شريفه. كانوا ناس شريف. كانوا ناس بيقتلوا الانجليز وكانوا. المهم اه تيجي تقارنه بالمسلسل ده والمسلسل اللي حصل في 2005 بتاع رايا وسكينة. حلو. الناس اللي بتقتل الستات، العصابة اللي بيخطفوا مش عارف ايه ودم حاجات كتير. حوار ده. ده مسلسل تقيل. والناس اللي متابعة والناس الشعب المصري كله جامد بيحبه. جامد. لا جامد. ليه جمهور كتير قوي مسلسل رايا وسكينة. على عكس مسلسل دول مش بنات شمام، دول بنات شمام من المسلسل ده. اقسم بالله اللي عمله راجل. انا مش عايز اغلط في الله اعلم هو عايش ولا ميت. اللي مش عارف هو ده موجود اصلا في الحياه ازاي؟ يعني ده مسلسل تصوير كاميرا تليفون ارضي يا اخي، ده ايه ده؟ وجايبين لك بقى الناس قاعدين في فيلا. رايا وسكينة قاعدين في فيلا. ده اختاروا 1920. ثواني، هو خلاص احداث ده قبل احداث ده ولا لا بعده بقى؟ همام بعد. اللي بنات همام هم المسلسل رايا وسكينة. هم نفس الشخصيات. هم نفس الشخصيات بس نفس في كل حاجة. شخصيات طبعا ان هي بتقتل الستات. رايا وسكينة القصه بتاعت رايا وسكينة دي اتهرت كتير قوي. اتهرت مثلا في المسرحيه بتاعت شاديه لو تعرفها. مسرحيه الفيلم بتاع اسماعيل ياسين. الفيلم بتاع انور وجدي. اسطوره.
هو دي قصة حقيقية حصلت وحصلت. عملوها لها احداث كتير. بص هي عملوها ومشيتها بكذا طريقه. ومشيتها حلوة. بتموت معاك. تموت عجينة معاك. ايه؟ عجينة شكلها براحتك. بس مش شاوت اوت لدرجة لمعاذ عجينة يا جدعان. بس مش لدرجة مسلسل بنات همام يا اخي. يعني رمضان 2005 احنا بنتطور، يعني المفروض يبقى فيه تكنولوجيا اعلى، المفروض يبقى الكاميرات احدث، يعني ده طبيعي. صح ولا لا؟ ما اختنوا. ما هم بص انا فاهمك، أنا- انا فاهمكم الليله انا فيها. عملت مقارنه بسيطه بس بين المسلسل ده، ان كان زمان 2005 كان مسلسل عملاق. انا عايزك تحط البوستر بتاعه للناس هنا كده، بالظبط. ده وسكينه بتاع زمان. مسلسل بنات همام بنات همام ده نزل في سنه ده كام؟ يرضي ربنا، ده يرضي ربنا. هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ نزل في سنه كام؟ لسه نزل السنه دي. لسه نازل السنه دي. بص هفهمكم في حاجه يا جماعه. بنات همام اللي هو بيتكلم عليه ان انا اصلا ما اعرفوش وما شفتوش قبل كده. ده بتاع حريه فرغلي، اه واحده اسمها وفاء عامر، ممثله اسمها وفاء عامر، تقريبا المتابعين اصلا ما يعرفوش المسلسل. ما حدش يعرفها. آه. انا بس اللي شفت. بس انا فاهمك اللور موجود فين. هو ببساطه الاحداث اللي فاتت هم بنوا عليها بقى ان هم يعملوا لك يعني نفس المسلسل وكده، بس اغنياء بقى ان هم عايشين في فيلا وبتاع. هم تقريبا يا جماعه علوا في الليفل بتاع الانتاج في الفيلا والحاجات دي، ونسيوا اهم حاجه الحاجات اللي بيصوروا بيها والموضوع احنا هننام. ده بشكل عام. بس هم يعني طبعا كانوا بيقول لك كانوا تايبين ساعتها. شيل من الصوت خلاص هم كانوا ساعتها يعني تايبين او يعني محترمين. صح؟ طيبين ايه وليلة ايه؟ ده مسلسل معفن، ما ينفعش نتكلم عنه اصلا، ما ينفعش. أصلاً؟ خلاص وقفنا. صح. احنا كده اتكلمنا عن المسلسل. لا ما هم تابوا. لا احنا عايزين نتكلم عن مختلف. احنا خلاص اتكلمنا عن الفرق ما بين مسلسلات 2005 ومسلسلات 2025 بمسلسل واحد بسيط. الفرق ما بينهم والاتنين يعتبروا نفس القصة، بعيدا عن الأحداث، إن دي أحداثها متغيرة ودي أحداثها غير. بس وش السمح ده ينفع أكيد ينفع يشتغل موديل. الحمد لله بشكر ربنا. موديل والله. أنت عارف إن أنا يعني أكتر حاجة بشكر ربنا عليها شكلي بجد. حلقة نار، حلقة بقوم أخش أتفرج عليها دلوقتي لو ما اتفرجتش. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك.